السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نادية العلوي. ديما ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكاطو اللي كيطلع لنا رخيص بزاف واقتصادي وسهل وبلا كثرة المقادير. غنخدمو غير بالكريمه وبالديسير وبلا كلاصاج، بلا كثرة المقادير. ما تنساوناش من التعليقات ديالكم صراحة اللي كيشجعونا ودعموا القناة ديالي، صراحة محتاجة للدعم ديالكم ومزيد من التعليقات ديالكم الزوينين. واللي إلا عجبكم الفيديو وما تنساوناش من الاشتراك في القناة. وما نطولش عليكم، نخليكم مع باقي المقادير والمكونات ديال هذا الكاطو اللي كيستحق انكم تجربوه، وبسيط بلا الادوات بلا حتى شي حاجه، كيطلع رخيص وزوين ولذيذ بزاف. اول حاجه كنحضروا الجينواز. كنحتاجو في هذا الكاطو كنحتاجو 3 ديال الجينوازات. غناخدو 3 البيضات بحجم كبير وبدرجة حرارة المطبخ. كنضربو بخلاط كهربائي، كنخلطوه هو الاول. بالنسبة للناس اللي عندهم البيض جبدوه من الثلاجة، من الأحسن يديروا لي حمام مريم ويطلعوا البيض بالضرب الكهربائي باش كيطلع ليهم مزيان. وبالنسبه للكاطو ديالنا قلت لكم غنحتاجو 3 جينوازات. هنا كان عندي طاوه ديال الفران ديال 30 على 40، هي اللي غنخدموا بها. الجينوازات غنحتاجو 3. صافي كنضرب البيض حتى نحس بالبيض كيطلع، يعني يطلع لينا البيض تبدل اللون ديالو. كنضيفو السنيده. بالنسبه للسنيده كنحتاجو 85 غرام ديال السنيده ديال السكر السنيده. صافي تنبقاو نضربو حتى كيتقال لينا الخليط. هذا هو الشكل ديالو كما كتلاحظوا. وبالنسبه للسنيده ما كنخوياش في دقه واحده. كما قلت لكم راه الخليط ديالنا عقاد لينا. هذه هي الطريقه الصراحه باش كتنجح معكم الجينواز، كيجيكم زوين. صافي بعد ما طلع لينا البيض كناخد الدقيق وكنغربلو. كناخد 85 غرام ديال الدقيق الابيض، كنغربلو وكنضيف عليه معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. نعاود نذكركم بالمقادير ديال الجينواز. كنحتاج 3 البيضات كبار و85 غرام ديال السكر سنيده و85 غرام ديال الدقيق الابيض ومعلقه صغيره ديال الخميره الحلوى. كناخذ واحد الملعقه ولا سباتيل. كنخدم الخليط بهذه الطريقه هذه من التحت للفوق. وبالنسبه للدقيق ما كنخويش في دقه واحده، كنقسمو الى 3 دفعات باش كتنجح معنا هاد الجينوازه. وكنخلط بهذه الطريقه من التحت للفوق. صافي بنفس الطريقه كنخدم الجينوازات الاخرين الجوجات. ما بغاش نعاودو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. خدمت معكم جينوازه وحده وهي غنعاودها 2 مرات. صافي كناخذ صفيحه ديال الفران كندير لها ورقه ديال الطهي نخوي الخليط فوق الطاوه غير بشويه وكنسرح بشويه عليا. واخا كيبان لكم الفيديو شويه مسرع، ولكن راه انا كنسرح غير بشويه عليا باش كتجيني جينواز مزيانه ومقاده وكتاخذ ليا الحجم ديال الطاوه. صافي كنخبط الطاوه باش تقاد ليا الجينواز وكندخلها درجه الحراره 140 وكنخليها 10 دقائق. بالنسبه للطياب ديال الجينواز كتخليوها 10 دقائق وتيكون الفران سخون على درجه الحراره 140. كناخد الكريمه. هنا كنحتاج، حيت هاد الكاطو عندي ديال 2 كيلو، كنحتاج ايطرو ديال الكريم فريش
وكنطلعو أنا خديتو مسوس كنطلعو ب200 غرام ديال السكر سنيدة. اللي بغا يشري كريم هولالا ولا كريمة حلوة فله الاختيار ما يديرش فيها السكر. أنا اختاريت كريمة كتباع عند مول الحلويات ديال العبار، استعملت إيطرو مع 200 غرام ديال السكر سنيدة. صراحةً هاد الكاطو أنا بغيتو بالديسير وما لقيتش الفريز، بقيت كنقلّب ما لقيتش الفريز، فطلّعت الكريم وغنضيف ليه النكهات باش جيني على شكل النكهة ديال الديسير. قلّبت على الفريز ما لقيتوش، فدرت النكهة ديال الفريز. صافي ضفت النكهة ديال الفريز، كنطلّع الكريم، صافي الكريمة ديالي طلعات. وهاد الكريمة هادي قسمتها على 2 على 3 عفوًا، درت النكهة ديال الفريز ودرت النكهة ديال الكراميل والتالتة خليتها بيضا. نتوما لكم الاختيار، ممكن ت ديروا كريمة وتزوقوها بالفريز ولا بالديسير اللي متوفر عندكم. صافي بالنسبة ليا أنايا هاد الكريمة هادي فطلعتها بالنكهات ديال الفريز والكراميل وخليت الكريمة بيضا. ممكن ديروا بخانيني، يعني كيبقى لكم الاختيار، ممكن تنكّوها باش ما بغيتو باش ما اللي متوفر عندكم. صافي بعد ما طلّعت الكريمة ديالنا كناخد الجينواز، صراحةً جاتني الجينوازة زوينة، درت 3 جينوازات جاوني زوينين. خديت الإطار ديال 30 على 40. بالنسبة لهنايا السيرو خديت كاس ديال السكر سنيدة مع 2 كيسان ديال الما ونكهتها بالسكر سنيدة عفوا سكر فاني، وخليتهم يطبخوا في الماء حتى ولا اللون ديالو صفر. صافي كما كتلاحظوا أنا كنقاد الجينوازة، كنحيد الجناب اللي زايدين وكنقادها على حساب الإطار اللي عندي. صافي بعد ما قاديت الجينوازة على حساب السيركل، صافي كناخد السير وكنسقي به الكاطو ديالنا. وبالنسبة بالنسبة للكاطو ما تسقيوش الجينواز بزاف باش ما تجيكمش فازكة بزاف. صافي ناخد الكريمة ديالنا ديال الفريز. بالنسبة ليكم نتوما تاخدوا الكريمة وتزوقوها من الوسط بالفريز ولا أي ديسير عندكم. فما قلت لكم أنا قلبت على الفريز ما لقيتوش، فاكتفيت أنني نكهها بالنكهة ديال الفريز. خديت الجينوازة الثانية سقيتها حتى هي بنفس الطريقة بالسيرو ووضعت فوق منها الكريمة ديال الكراميل، وغنضيف الجينوازة الثالثة بهاد الطريقة هادي كما كتلاحظوا. تنبقى نقاد فيها باش كتجيني على حساب المول. صافي بعد ما قاديتها حتى هي كنسقيها بهاد الطريقة هادي. كنتمنى أنكم تجربوا هاد الكاطو، صراحةً كيستحق التجربة، كيطلع رخيص وحتى في الخدمة ديالو ساهلة. وتبارك الله هاد الكاطو راه فيه 2 كيلو، يعني كيطلع لكم تقريبًا ما بين 50 درهم حتى ل60 درهم إلا زدتو فيه القوام. وثمن البيع ديالو راه 70 درهم للكيلو. صافي كندهن الكريمة من الفوق وكنقادها وكنضعها في المجمد. صافي بعد ما خليت الكاطو ديالنا ليلة كاملة نقدمو بهاد الطريقة هادي نزينو. بالنسبة للتزيين راني زينتو بالديسير بالفريز وكيوي والخوخ. تيبقى لكم التزيين وطريقة التزيين على حسب اللي متوفر عندكم. بالنسبة ليا أنا عندي واحد الفريز، كان عندي واحد 3 الفريزات جبتهم من المجمد وزينت بهم الكاطو ديالنا ودهنتهم بالناباج
ووصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله مع وصفة جديدة.